لام الشهيد النهارده؟ كل ام شهيد ربنا يصبرها على اللي هي فيه، لا يعني ما تحزنيش، ان شاء الله الشهيد باذن الله في الجنه، ولا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ومن الشهيد او الانسان اللي مات وضحى من اجل دين اجل وطنه ربنا لا يمكن ان يضيع له اجره، ولا يمكن يضيع له اي جهد وعمله. بنقول لها ان ربنا سبحانه وتعالى لا يفلح عمل الظالمين ولا المفسدين، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيجيب لها حق ابنها باذن الله. أم شهيد، نحن كلنا أبنائك، ابنك لم يمت، ابنك عايش مسكين، ابنك في مكان أحسن مننا، محتسبين عند الله، نحن أولاد ربنا. ويوم عيدك، يوم العيد الحقيقي، يوم أن نعود بحقه ممن قتله. كل سنة وأنتم طيب. الشهيد اللي ربنا يتقبل منك اكثر تمكين انت شهيده لهذا البلد من الاختيارات اللي عايز يقدمها للناس اللي هو يعني يجعل الناس ابنك اللي هو يجعله شهيد ويجعله مكرم على اختراعه وامثاله، وربنا عز وجل يشفعه فيك ويوفقك، وهذا يعني يكفيك انك قدمت شهيد. ربنا عز وجل يرفع منزلتك ويرفع درجاتك بهذا الشهيد، واقول لكل الامهات ان يحترموا مثل هذه الام، يعني بمثل هذا فليعمل. رسالة بقوله لأم الشهداء، والله العظيم يا بختيكم، والله يا بختيكم هنيالها. الله في حديث بيقول لك بإن الشهيد بيشفع ل70 فرد من أهله ممن لم تستحق لهم الشفاعة. الشهيد يشفع ل70 فرد من أهله ممن لم تستحق لهم الشفاعة، ما بالك بالتي تستحق لهم الشفاعة. فاليوم عيد الشهيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم إما الشهادة وإما النصر، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بقول لأم الشهيد كل سنة وأنت طيبة، ويا ريت أطول حذاء كل أم شهيد وأقبل عليها، وأقبل على إيديها، وأقبل على أقدامها، وأقبل على دماغها، وكل سنة وأنت طيبة، ويا رب تلحقنا بهم إما النصر وإما الشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقول لأمي اللي هي لأم الشهيد إن الشهيد لو حي عند ربنا يرزق. وأنا عايز أقول لك إن ولادك كل اللي في مصر دول اللي الإعلام المصري مخبي عليهم ولادك كتير جدا جدا جدا، وإحنا بنقول وبنقول لك هنجيب حقهم، لا نموت زيهم، وإن شاء الله هنجيب حق الشهداء. وبنقول لك إن ابنك عند ربنا حي، ربنا اختاره، ربنا بيقول واتخذ منكم شهداء، ولكن نسأل الله أن نأخذ حقه، وإن لم نأخذ حقه نلحق به بإذن الله شهداء. كل عام وأنتم بخير، كل عام وكل المصريين ولادك، كل عام والأمة الإسلامية. رسالة لأم الشهيد يعني اصبري ربنا وإن شاء الله حق الشهيد هيجي يعني. إنما النصر صبر ساعة. أكيد إن أنت حاسة في العيد إن أوجه كلمة ولا قبل الله جل وعلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم لا تشعرون. أحب أقول لك أبشري إن ابنك لم يمت، إذا ابنك شهيد عند الجنة، ونسأل الله أن يلحقنا بهم إن شاء الله في عليين في أباريق من ذهب تحت عرش الرحمن إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين.